عاجل ورسميا المجلس الأعلى للإعلام يوقف رضا عبد العال من الظهور على قناة 10. ليه؟ عشان الكلام اللي قاله مع ثروت سويلم. اسمع. لا، ما اصل انت السنه اللي فاتت يا سياده اللواء برضه في ماتش الزمالك لما انسحب فقالوا لك لو النادي الاهلي، قلت لهم لا النادي الاهلي ما يعملش كده، عمره ما انسحب، قلت لك كده حصل. امال السنه دي ايه؟ لا هي كانت معموله للنادي الاهلي يا سياده اللواء. ليه؟ لان نادي الزمالك لعب الثلاث والنادي الاهلي لعب الاربع، وحطوا كاس مصر اللي انتم ما رضيتوش تاجلوه يوم الجمعه. هو كاس مصر اتحاد الكره اللي بيديره. ماليش دعوه. الذكاء الصناعي والتقنيه العاليه اللي اتعملت، لا في حاجات معينه. ايه اذا كان اصلا انتم مطلعين بيراميدز 8 ماتشات بره، يبقى الذكاء الصناعي ده ذكاء مصري. ده ذكاء مصري حضرتك اللي حاطط القرعه دي. ذكاء اصطناعي ايه؟ في فرقه تلعب 8 ماتشات بره ملعبها. تاني هام ما عندهمش اي قناعه ان النادي الاهلي هيرفض الحكام المصريين، اللي لولا الحكام المصريين انا من وجهه نظري انا بقى ماليش دعوه بحد، ان النادي الاهلي ما كانش لعب في التسعه الكبار. لو ما كانش التحكيم اللي هم عملوا عليه الهاله دي. والنبي يا كابتن رضا، لا انا معترض ومتحفظ على الجمله دي. بس خد مني يا كابتن رضا. عارف يا كابتن رضا لو في تدخل لا في تدخل يا سياده اللواء. طب خد مني خلينا نسمعه. ان كل رموز الكوره في مصر من اول الوزير للكابتن هاني، كل رموز الكوره كلموا الكابتن حسين لبيب عشان يثنوه عن عدم انه يلعب ماتش الاهلي والزمالك الاولاني. طب ما كلمتوش ليه الكابتن محمود الخطيب يروح الماتش؟ طب ما خليك بس معايا. يعني هو انت انا مش هجيب حكام اجانب، انا كحسين لبيب. كابتن رضا خليني اسمع. كابتن رضا خليني اسمعه يا عم. اسمعني بس. كابتن رضا لا انت اتكلمت، انت واخد الحلقه لحسابك يا جدع. بقى اقعد بقى روح يا كابتن اسلام. اتكلم دلوقتي الكابتن رضا يقول لك ايه؟ لا انتوا ما اجتمعتوش. هو انت كنت معانا يا كابتن رضا؟ انا عارف ان انتوا ما اجتمعتوش. ده كانت ليله واقفه وكله ما شاء الله. يا كابتن رضا ده انا جيت من العمره يا كابتن رضا. كابتن التليفون جه وخلاص والموضوع انتهى. كابتن اهدى بس، تعرف تهدى. طيب ما انا هروح اقول لك السلام عليكم وخلاص. شكرا. انا مش طبعا الكلام اللي قاله ده المهندس خالد عبد العزيز اللي قال لك ان الشعب المصري التقارير الامنيه بتيجي انه بيبقى مبسوط لما الاهلي بيكسب. فكلام رضا عبد العال ضايق ان الشعب المصري اللي هو مش عايز الكلام ده يتقال، الكلام الحقيقه ما بيحبوهوش، فاتقمصوا. فراح واقف رضا عبد العال لاجلهم. عادي هيتوقف وهيرجع تاني وهيفضل زي ما هو رضا عبد العال.